سعادة النايب جورج عطلة، صباح الخير. صباح. سعادة النايب، في عندي سؤالين. أول شيء بالنسبة لموضوع النزوح السوري، كل اللي عم نشوفه هالأيام العالم المسؤولين بيحكوا بكل شيء إلا بموضوع النزوح السوري، ونحن شايفين إنه هذا الموضوع عم بيعمل مشاكل أكبر وأكبر وأكبر، وفي خوف كمان من موجة نزوح جديدة هلأ على لبنان. شو اللي لازم ينعمل سعادة النايب؟ يعني خلينا أول شيء نأكد إنه مش إنه في خوف من موجة نزوح تانية. الحقيقة أنها بلشت هيدي الموجة، وأكيد الكل صار عم بيشوف على الإعلام وعلى السوشيال ميديا وبالأخبار المتناقلة من المناطق الحدودية عن الأعداد الكبيرة من النازحين اللي عم بتفوت على لبنان وعن التهريب اللي عم بيصير على الحدود السايبة. تنحكي بصراحة، الأزمة عندها وجهين. وجه أول مرتبط بالداخل اللبناني، للقوى السياسية لم تتعاطى بهذا الملف على قاعدة أنه هو ملف يلامس سيادة الدولة، وأنه هو ملف سيادي لبناني بامتياز ويجب التعاطي معه على هذا الأساس، وأنه النازحين السوريين كما هم موجودون في لبنان هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر، لأنه هذا يعني يسبب أزمات كتير كبيرة. هذا كيف في البدايات. أما اليوم الأزمات وقعت، والأزمة السورية أصبحت تعادل بقاء لبنان من عدمه. ويمكن البعض ما يعني عم بياخد هذا الحكي على محمل الجد، ولكن اليوم بلد مثل لبنان أنت عم تحكي ب2.5 بشكله حوالي 55% أو أكثر الحقيقة من نسبة سكانه الأساسيين موجودين اليوم هن من النازحين، وما بنعرف قديش حيضاف لهم بهالموجة الجديدة. هيدا من ناحية. من ناحية تانية، المشكلة الأساسي أنه الدولة اللبنانية على مستوى السلطة التنفيذية هي قاصرة إن لم تكن متواطئة بمجملها مع يعني فكرة دمج أو مشروع أو مؤامرة دمج النازحين السوريين بلبنان. الكل بيعرف إنه المؤتمرات الدولية اللي انعملت وكان واضح منها قديش كان في سعي لدمج النازحين في المجتمعات المضيفة. نتذكر بال2017 و18 و19، نتذكر بال2022 المؤتمر اللي صار ببروكسل أيضا واحدة من توصياته كانت استبدال عبارة النازح واللاجئ بعبارة المندمج. وكل هيدي الأمور بتدل بشكل واضح على حجم هيدي المؤامرة الكبيرة. يعني المجتمع الدولي يتحمل أولا مسؤولية الأزمة بسوريا، لأنه هو قرر يشن حرب عليها وعلى نظامها. نحن مش مسؤوليتنا ولا بدنا نحل المشكل اللي وقع فيه، بأنه لم يستطع في الانتصار بهيدي الحرب، لم يستطع إزاحة النظام، وهو الآن لا يريد التعاطي مع هذا النظام، لأنه هذا يشكل اعتراف من قبله بفشله ببقاء النظام. هيدي مش مشكلتنا يروح يحل على حسابه هو، وبذات الوقت ما بده يحكي مع النظام تيرجعه، ولا بده يسمح أو متخوف من أن يروحوا لعنده بموجات هجرة على أوروبا، فبيلاقي الحل أن يبقوا عنا بلبنان. فهيدا الموضوع بالنسبة لنا أيضا يجب يعني السياسة الدولة اللبنانية يجب أن تكون حازمة وحاسمة تجاه المجتمع الدولي، تجاه UNHCR اللي أيضا تتزرع بتزرعات وذرائع واهية من حقيقية، تبدأ بأنه العائدون يعني بيتعرضوا لمضايقات ولإرهاب من الدولة ومن السلطة ومن النظام. خلينا نحكي أول شيء UNHCR عندهم مكتب لهم في 500 موظف على الأراضي السورية ومركزه الرئيسي في دمشق، ما عطيوا ولا بيان ولا تقارير عن ناس عم تتعرض لأي شيء من هالنوع من هالارتكابات اللي عم بتزرعوا فيها. فعمليا كل هيدي الأمور عم توقعنا بأزمتنا نحن الكبيرة،
اللي الداخل اللبناني جزء الأكبر منه كان لحد امبارحة لا يزال متواطئ ومتماهي مع المجتمع الدولي بمؤامرته من حيث يدري أو من حيث لا يدري. الكل بيعرف أنه في قسم ساكت لأنه كان مستفيد ماديا، قسم ساكت لأنه كان يعني متبع سياسة النكد تجاه التيار الوطني الحر اللي كان من 2011 عم بيحذر من الوضع اللي نحن عم نوصل له، وفي قسم ساكت متزرع بأنه ما بده يعمل فتنة سنية شيعية. فعمليا بتجمعهم كلهم سوا هودي، بتشوف انه النظام في لبنان المؤسسات الأساسية مثل السلطة التنفيذية الحكومة اليوم ورئيس الحكومة هو المعرقل الأكبر، رئيس الحكومة، من أجل تشكيل لجنة وزارية جدية قادرة تفاوض السوريين وتتصل معهم بموضوع إقفال الحدود، وهذا اللي لازم ينعمل هلأ، تسكير الحدود بشكل كامل. للأسف الأجهزة الأمنية تتزرع بعجزة انه هي منا قادرة وانه الحدود طويلة. مش مزبوط هيدا الحكي، للأسف مش مزبوط، لأنه نحن ما بدنا يكون كمان الأجهزة الأمنية والعسكرية أيضا يعني خاضعة للسلطة السياسية بهذا الملف وتتماهى معه. لذلك نحن بنعتبر انه على المستوى الداخلي في تقصير من قبل السلطة السياسية والأجهزة الأمنية والعسكرية، في عدم تطبيق للقوانين في الداخل اللبناني على النازحين. ايضا بحب شير وذكر انه بال2003 الحكومة اللبنانية ممثلة بالأمن العام اللبناني وقعت مذكرة تفاهم مع UNHCR بأنه لبنان ليس بلد للنزوح، وإنما إذا أي نازح بيجي عليه في مهلة سنة بالحد الأقصى يخرج هذا النازح إما إلى بلده وإما إلى بلد ثالث ولا يبقى في لبنان. يعني أضيف إلى ذلك أنه المعاهدة الأمم المتحدة للنازحين للجوء لم يوقع عليها لبنان، وأيضا لم يوقع على البروتوكول المتعلق فيها سنة 67. وكل ما يقوم به لبنان اليوم هو إذا بدك قانونيا ودوليا غير ملزم به، لأنه هذا شيء منه ماضي على المعاهدة ولا مشترك فيها. لذلك اليوم الأزمة بالاختصار الأخير هي على مستويات اثنين: أزمة الحكومة اللبنانية التي لا تنتهج سياسة حازمة وحاسمة وموحدة تجاه النازحين وتجاه المجتمع الدولي، واثنين المجتمع الدولي المتواطئ أساسا على لبنان وعلى يعني سيادته ويريد إبقاء النازحين ودمجهم في لبنان. المواطن اللبناني بس يشوف هالنازح السوري اللي هو حده مأمن له كل شيء، عم ينعطى رواتب وعم ينعطى طبابة وتعليم وكل شيء مأمن له، بنفس الوقت اللبناني ما عم بيطلع له شيء وما عم بيقدر ياكل ولا بيقدر بيعلم اولاده، واذا بده يفوت يتحكم. هيدا الحقن لوين ممكن يوصل؟ يعني إذا بتلاحظ الحقيقة من حوالي شهرين أو 3 عندما يعني حصل اللقاء بين السوريين والسعوديين، وعلى أثر هذا اللقاء انحكى بأزمة النزوح، وأيضا تمت الإشارة إلى وجوب العمل على عودة النازحين إلى بلدهم. هون دبت النخوة بالأطراف أو القوى السياسية اللبنانية اللي كان صار 12 سنة عم بتمانع وعم بتمارس سياسات ضد مصلحة لبنان، دبت فيها النخوة، وإنه نحن بدنا يعني نرد النازحين، وراحوا بأي اتجاه؟ باتجاه هيك تهيئة الأرض وتخصيبها للصدام مع النازحين. نحن اليوم بنقول إنه هيدا الواقع اللي عم بيعيشه اللبناني من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والإنمائية، يقابل وجود نازحين يتمتعون بأقصى الحماية الصحية والاجتماعية والمادية والأمنية واللي بدك إياه، هذا يؤدي إلى الاصطدام.
نحن منناشد ومنقول ومنشتغل لا عدم الوصول إلى هذا الموضوع، ولكن هذا عدم الوصول لديه مقتضيات، أحدها وأساسها هو العودة الجدية للنازحين إلى بلدهم ومعالجة النزوح الاقتصادي اللي ابتلى في لبنان، واللي أصبحوا النازحين يعني يصادرون الكثير من الوظائف والمهام والمهن المحفوظة للبنانيين، وحتى بحسب يعني قانون العمل وتعاميم وزارة العمل وقراراتها هناك عدد محدود ومعين من الوظائف والمهن المسموح للنازح للسوريين وليس النازح للسوريين بأن يقوموا بها، وأيضا وفق آليات قانونية والاستحصال على إقامة وعلى إجازة عمل وإلى آخره. فعمليا هيدي القوانين إذا طبقت أنت بتتفادى هيدي الأزمة، ولكن إذا لم تطبق أكيد أنت قدام مخاوف كبيرة أنه اللبناني لن يقبل بأن تمتهن كرامته، لن يقبل بأنه يكون هو محروم ببلده، وأحد أسباب الحرمان هو هذا النازح السوري الذي يتمتع بكل هذه الحماية المادية والقانونية والصحية والتربوية على حساب اللبناني. نحن بنعرف، في عندي سؤال أخير إذا بتسمح. تفضل. نحن بنعرف انه جورج عطله كان مايسترو الحوار والتنسيق مع حزب القوات اللبنانية بخصوص الملف الرئاسي. هل هذا الحوار والتنسيق بعده مكمل؟ وهل التيار الوطني الحر عم بيطلع القوات اللبنانية والمعارضة على أجواء الحوار مع حزب الله؟ اولا انا فيني اكد لك بشكل جازم يعني انه هذا الحوار لا يزال قائم، تقاطع موجود على اسم المرشح الاستاذ جهاد أزعور، التواصل مستمر، لا بل اكثر من هيك. يعني من فترة صرنا عم نعمل الاجتماعات بشكل دوري، وتجاوزنا ايضا يعني بنعمل الاجتماع على مستوى التيار والقوات اللبنانية، ونرجع نعمل اجتماع على مستوى كل القوى المتقاطعة، يعني التيار، القوات، الكتائب، تجدد، حركة تجدد، وقسم من التغييريين وقسم من المستقلين. يعني عمليا هذا الموضوع نحن عم ناخده بجدية، لأنه نعتبر أنه هو أحد أوجه يعني قدرتنا على انقاذ البلد واخراجه من الورطه الرئاسيه ومن يعني فرمله الحلول فيه واعاده انتظام المؤسسات. من ناحيه ثانيه بطبيعه الحال اللقاءات اللي عم نعملها مع الجميع عم بتكون واضحه، يعني عم نحكي نحن وجهه نظرنا ومقاربتنا للامور بدءا من الملف الرئاسي بكل مرتكزاته، يعني الاسم والمقاربه والبرنامج اذا جاز التعبير، وصولا الى كل يعني النقاط اللي ممكن نتقاطع عليها ونتفاهم عليها. الأكيد كمان نحن عم بيسألونا وبنخبرهم وين صرنا بالحوار مع حزب الله، وعلى هالأساس يعني بتكون الأمور واضحة وبيكون في ثقة متبادلة، وعم نشتغل سوا لحتى نطور هيدا التقاطع، لحتى نعززه أكثر، مش بس تقاطع على الاسم وإنما على المقاربة والبرنامج. عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطله، بدي اتشكرك على وقتك ويعطيك الف عافيه على كل الجهد اللي عم تعطيه. شكرا لك.